ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير، واهلا بيكم في فيديو جديد. وشقة النهارده بص كده، يعني العنوان زي باين زي ما بيقول. بصوا كده، هنا المدخل. شقة حلوة جدا، بسم الله ما شاء الله. دعوة حلوة من قلوبنا لاصحاب البيت، اللهم بارك، ربنا يسعدهم ويهنيهم. الشقة دي مساحتها 184 متر بالزمالك. هنا طبعا زي ما انتم شايفين كده في الاول، هتعرفوا طبعا ان الشقه دي دايما الستايل والتفاصيل تصميم الشركه الهندسيه الرائعه والراقيه ارت ديزاين. بصوا بقى هنا الجمال. هنا المساحه متقسمه صح. كل تفصيله في البيت معموله بفن وبرقي زي ما بيقولوا. بصوا هنا ده البوفيه اهو. بصوا فكره الاستانلس مع مرايات سيمبل فوق مع السفره حلوه جدا مختلفه. بصوا هنا السفرة ارت ديزاين بيستلم من حضرتك الشقة على الطوب الأحمر، وبيهتم بقى بالدهانات والسباكة والتأسيس كهرباء، سيراميك. كل ده هو اللي بيعمله. حتى ستاير، الأكسسوارز، التابلوهات، السجاد، الأدوات الكهربائية، الأجهزة، الفرش. بتستلم الشقة على المفتاح طبعا بالاتفاق مع العميل. بصوا هنا الجبسون بورد قد ايه هادي قوي، والإضاءة فيه تحفة. اهتمام التفاصيل بالحيطان والحركات اللي فيها او التفاصيل اللي فيها. هنا مكتبة خشب، وانا شخصيا بعشق المكاتب الخشب اكتر من الجبسون بورد، الا اذا كانت الجبسون بورد ذنبا. هنا بصوا انتري مودرن، الرجلين بتاعته ستانلس. الاضاءة بصوا هنا النجف. بصوا يا بنات، النجف ده السامبل ده هو الاكتر طبعا. دلوقتي ما عادش حد بيجيب النجف الكبير اللي فيه، الا لو في صالون والصالون كلاسيكي شوية بيجيب نجف مختلف. يعني ده الكورنر ده بتاع الانتريه. بصوا لو بصيتوا للستاير والبراية قد ايه بسيطة قوي. بصوا الشكل العام. معظم البورسلين والسيراميك اللي بتجيبوا الشركة الهندسية بيبقى ايطالي. والجوهرة اهو. شايفين كمان التابلوهات، كل حاجة فيها اختيار بدقة. من اجمل الحاجات اللي ممكن تعمليها الستائر تكون سيمبل بالطريقه دي، لان الستائر الكبيره بتبقى مزعجه جدا بعد كده في التنظيف. وجود لون اخضر سواء كان طبيعي او صناعي بيحلي اي مكان. بصوا هنا الطابلو والاضاءه اللي فيه. كورنر فاضي واستغل بشكل صح، يعني صح قوي، من غير عفش كتير وبهرجه. ادا كده الريسبشن او الجزء اللي فيه الانتريه والسفره. مفيش بساطة وجمال وشياكة أكتر من كده رغم إن المساحة كبيرة. في ناس ممكن تملى المنطقة عفش، لكن طبعا ده بيبقى مزعج جدا. مش لازم حتى لو عندي مساحة كبيرة يبقى البيت كله عندي عفش. بصوا السفرة وتفاصيلها ورجلين. السفرة كلها ستانلس من تحت، سواء كانت كراسي أو رجلين السفرة نفسها. هنا ده حمام في الريسبشن أو حمام الضيوف، فطبعا هو مساحته مش كبيرة. بيهتموا هما جدا بتفاصيل الحمام والتفاصيل التشطيب. بصوا يعني هو مؤسس السباكة والصرف كل ده ارت ديزاين بيعمله من الاول. هنا الفاصل ده هندخل بقى على بقية الاوض. بصوا بقى هنا الجمال اللي هتشوفوه في المطبخ. ده كده دخلت الباب بتاع الشقة. هندخل بقى على المطبخ. قبل المطبخ فيه هنا وحدات اهي شايفينها. محطوط هنا الشاشة، ودي زي دولاب، ويستخدم كوحدات تخزين، ويستخدم وانت داخله من الشقه تحط البلاطي بتاعتك وكل ده. بصوا بقى هنا جمال المطبخ وتقسيمه. فيه هنا كنبه مودرن هنا بالمدخل كده في مدخل الانتريه. طبعا المطبخ لسه مش كامل بتفاصيله، بس بصوا تشطيب المطبخ وتقفيله. بصوا جمال الالوان وجمال المطبخ نفسه. حتى الادوات الكهربائيه هو اللي بيجيبها، يعني كل التفاصيل هو ارتزان بيعمل. حلو قوي فكره الكنبه اللي في الكورنر دي اللي في الانتريه، اللي اسفه في المطبخ. وبصوا الشاشه بعيد هنا، يعني ست البيت لو بتطبخ شايفه الشاشه من غير ما يكون الشاشه متعرضه للبخار والصهد وكده. الدولاب اللي في المدخل ده حلو جدا، خاصه بقى في جواكت الشتاء مع الجو. الولاد بيجوا بقى من الجواكت الحاجات التقيله، فطبعا ده بيتعلق على طول زي على، يعني على النظام التركي. بصوا مساحه المطبخ اللهم بارك. ده الفاصل كده اللي بين الريسبشن وبين المطبخ، وهندخل بقى نشوف بقية الشقة. لو عجبكم الفيديو ده والمحتوى دي من النوعية دي من محتويات الفيديو، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات اكتر شوية بتحبوا تشوفوها، عربي، تركي، مصري.
كمان بنقدم شقق صيني وياباني بستايل وتفاصيل مختلفة. وشكرا للناس الجميلة اللي نورتنا في القناة الفترة الأخيرة. بصوا بقى ندخل هنا نشوف أول أوضة نوم. بصوا شايفين الدولاب اهو، فكرة الدريسنج بس مقفولة. بصوا بصوا كله من فوق متقفل خالص اهو، شايفين الجمال. هنا ده الجزء ده في الليفينج، مالناش دعوة بقى باللي قاعد دلوقتي تبع الشركة. شايفين التابلو ده أوضة ليفينج وفيها دولاب. يدخل بقى على الأوض الرئيسية. بصوا الطرقة مفيش فيها تفاصيل كده. دي أوضة نوم، دي الأوضة اللي احنا شفناها من شوية، فيها الليفينج، فيها سرير وفيها وحدات تخزين من فوق، وفيها طبعا انتريه مودرن، بحيث لو كان عندي ضيف ممكن يبقى موجود فيها، لو الولاد قاعدين وبيحبوا يتفرجوا وقاعدين على السرير. طبعا فكرة حلوة جدا يبقى في أوضة أوضة الليفنج خصوصية شوية، يعني مش حد غريب يقعد معاكي، اخواتك انتي والولاد وهكذا، بعيد عن الريسبشن يبقى فيه دربكة كتير. دي أوضة نوم الأطفال، ده أول أوضة. بصوا تفاصيلها مختلفة. شايفين ظهر السرير عامل ازاي، فيه استانلس. وهنا مش سرير، ده هنا 3 سراير اطفال. طبعا هنا استغلال المساحه حلو جدا، والجزء بتاع الستاير حلو قوي. طبعا شوفوا بقى تفاصيل الابواب، تفاصيل الابواب هنا معموله حلوه جدا. كده احنا لسه ما شفناش الاوضه الماستر. بصوا بقى الحمام هنا، مساحه الحمام كبيره. بصوا تفاصيل الحمام، الكابينه الشاور، الازاز بتاعها، التشبيح مع لون الرخام بتاع الحمام اللي هو لون الاسود الرخامي، تحفه. اللهم بارك. ندخل بقى على الأوضة الماستر. طبعا مساحة الكوريدور طويلة، لأن مساحة الشقة أساسا مساحة محترمة، مساحة كبيرة. بصوا ده حمام تاني اهو. بصوا الجمال. بصوا لو لاحظتوا ان كل حمام بيعملوا بستايل مختلف وفكر مختلف. بصوا الإضاءة اللي في الحوض، وهنا الكابينة الشاور شكل مختلف عن الكابينة اللي شفناها قبل كده. فبصراحة بيهتم بكل التفاصيل في كل جزء من البيت. مش بيعمل مثلا هيبقى عندي 3 حمامات نفس الستايل او تفاصيل مختلفة، لا، كل حمام لوحة لوحده، افكار لوحده. ده الحمام اللي في الأوضة الماستر. بصوا هنا دي الأوضة الماستر. بصوا شكل التسريحة والإضاءة اللي فيها والفوتيه الموجود، تفاصيل اللي ورا في ظهر السرير والإضاءة من تحت، وجود اللون الجولد في الكابوتينيه أو التنجيد بتاع السرير. سوق الدولاب كمان تحفة، حلوة قوي. لو وصلتوا معانا بقى الجزء ده من الفيديو وعجبكم الفيديو، ما تنسوش دعمكم للقناة بلايك وكومنت وسبسكرايب. اتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وشقة جديدة وعروسة جديدة، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدة ممتعة بإذن الله.